اللعب بتاعت التلاجة كده. ايه، احنا صابنا التلاجة ان شاء الله كده النهاردة بتاعتنا، نحط ايه اللعب بتاعتها. على فكرة يا جماعة، كل اللي بيشوف التلاجة هنا عندي بيقول ايه سر اللمعان بتاعها، فقلت لهم ان انا سر اللمعان بتاعها ان انا بحط لها حبة خل في يعني الاول مثلا عملتها بالصابون بالسفنجة، واروح ايه لما الصابون من عليها، وبعد كده بروح حاطه لها الخل في الميه، في الميه ايه، في اللي هي في الاخر، يعني في الدور الاخراني كده. ايه لما بشطفها بقى بميه بيضه كده، بروح جايبه ايه حته كده، وبروح حاطه لها ايه حبه خل. بسم الله. شايفين سر اللمعان؟ سر اللمعان الخل يا جماعه، والله هو حبه الخل يمكن اكتر من الصابون. نظبطها كده عشان ايه تبقى شكلها حلو. بسم الله. لازم بس اعمل الخل في تصبين البوتاجاز وتصبين التلاجة، والله اللمعان رهيب. اللي بيشوفها بيسألني بيقولوا لي بتلمع ليه دايما كده التلاجة عندك بتلمع؟ بتلمع ان انا ايدي فيها على طول اولا، ثانيا بحط لها خل وانا بنضفها. تمام تمام، بتبقى شكلها نضيف كده وجميل. اهم حاجه ايه، حاجتنا تبقى نضيفه يا جماعه. وربنا يدينا الصحه ايه جميعا ونعمل اللهم امين يا رب العالمين.